القوة والجمال في نبتة الصبر. بتأكيد أنك سمعت عن نبتة الصبر أو الصبار، تسمى كمان الألواديفيرا. النبتة دي بتعتبر واحدة من أشهر النباتات وأكثرها استخداماً في العالم، خاصة في مجالات الطب البديل والعناية بالبشرة. نبتة الصبر بتتميز بأوراقها السميكة واللحمية اللي بتحتوي على مادة هلامية شفافة معروفة بجل الصبار. الأوراق بتكون عادة خضراً مع شوية بقع بيضاً وحوافها مسننة. النبتة بتنمو في المناخات الحارة والجافة، منتشرة في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية، وممكن أن تتزرع في أواني جوّن البيت أو في الحدائق اللي مناخها مناسب. جل الصبار بيستخدم لعلاج الحروق، الجروح، والتهابات الجلد، كمان بيساعد في ترطيب البشرة، وبيستخدم في منتجات كثيرة للعناية بالبشرة. في الطب التقليدي بيستخدم الصبار لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي زي الإمساك وقرحة المعدة. أما في العناية بالشعر، جل الصبار بيقوي الشعر ويرطبه، وكمان بيدخل في تركيب مستحضرات كثيرة للشعر. رعاية نبتة الصبر مش بتحتاج مجهود كبير. النبتة دي بتحتاج لأشعة شمس مباشرة وتربة جيدة التصريف. بتتحمل الجفاف كويس، بس لازم ريها بانتظام، وما يكونش الري بإغراقها بالمياه. على الرغم من فوائدها الكثيرة، لازم تستخدم نبتة الصبر بحذر، خاصة في الاستعمال الداخلي، لأن تناولها بكميات كبيرة ممكن يسبب آثار جانبية زي التشنجات المعوية. نبتة الصبر تعتبر خيار ممتاز للي بيدور على نبات زينة سهل العناية، بالإضافة لفوائدها الصحية الكثيرة.